السلام عليكم. لنفترض ان انت شغال في شركة وشاطر جدا في شغلك بشهادة الجميع، ويشاء السميع العليم ان السي او مات وجه سي او جديد. بتروح المكتب في يوم لا بيك ولا عليك، بتلاقي الاتش ار بيقول لك تعالى يا حمادة، احنا عارفين ان انت من اكفأ الناس اللي شغالين عندنا، بس السي او الجديد اهلاوي. ماشي تمام، اهلاوي متعصب. ماشي، انا ماليش في الكورة اصلا. لا حمادة حمادة، ركز واعقل الكلمة قبل ما تقولها. هقولها لك بطريقة تانية، السي او الجديد بتاعنا ما بيشغلش غير اهلاويه، فهل انت اهلاوي هتكمل معانا، ولا مش اهلاوي ونطلع لك ريكومنديشن ليتر وتاكل عيشك في حته تانية؟ هتعمل ايه؟ انا جنة عادل وهي دي الساعه. بيوصل ميري مون بطل رواية العائش في الحقيقة لنجيب محفوظ للمحطة اللي جاية في رحلته الطويلة للبحث عن حقيقة إخناتون، مدينة دكمة في المنوفية. بس قبل ما يطلع لقصر الراجل اللي هو جاي قبله، بيقعد على القهوة كده يشرب كوباية عناب ساقع ويستف بردياته ويرتب دماغه. واضح ان سؤال إخناتون كان حلو ولا وحش ده سؤال ملوش إجابة، زي ما الحكيم قال من الأول خالص، اللي بيحبوه هيفضلوا يقولوا إنه حلو، واللي بيكرهوه هيفضلوا يقولوا انه وحش. خلينا دلوقتي في الاسئله المهمه. لحد دلوقتي قدامنا 3 الغاز كبار. رقم 1، هل اخناتون مات مقتول؟ رقم 2، هل فعلا كان عاجز ومشوه، وايه طبيعه العلاقه بينه وبين نفرتيتي؟ وده اللي هيودينا على السؤال الثالث، ليه نفرتيتي سابته في اخر لحظه؟ بيطلع ميري مون من على القهوه على قصر نخت، صديق اخناتون من الطفوله وكان وزيره لما بقى ملك. وبرغم ان نخت عايش النهارده في دكمه في المنوفيه بعيد خالص عن طيبه وكل الهم ده، إلا إنه مش من المغضوب عليهم قوي برضه. لحد دلوقتي أهل الدولة الجديدة والمسؤولين فيها بيبعتوا يستشيروه لما يبقى فيه مصيبة بجد. انطباع ميري مون الأولاني عنه إنه راجل رزين، ده أكتر حد رزين قبله طول الرحلة الطويلة دي. والراجل بيبدأ كلامه بإنه مش مسامح نفسه على اللي حصل في البلد في فترة إخناتون، ومش عارف هل هو قصر في واجبه كوزير ولا لأ، هل كان المفروض يتصرف بطريقة تانية ولا لأ، وإنه لحد اللحظة دي مش عارف يكون موقف نهائي من إخناتون. سيم يا نخت بجد. انا اعرف اخناتون من واحنا عيال صغيره، انا وهو وحور محب كنا من سن بعض. من صغره هو شخص ملول جدا، يمكن مشكلته الاساسيه ان الدنيا بالنسبه له كانت اوفر ريتد قوي، من فاتة، مفيش حاجه مثيره، مفيش حاجه تستاهل. مشكلته التانية انه كان بيكره التقاليد والروتين جدا، عكس ابوه الملك امنحتب الثالث تماما. ابوه كان بيحب يعيش بالطول والعرض، احسن اكل واحسن لبس واحلى ستات ومروق على نفسه، ومع ذلك ينام في ميعاد معين ويصحى في ميعاد معين وياكل في ميعاد معين ويقابل الناس في ميعاد معين ويروح المعبد في ميعاد معين. اخناتون بقى ما كانش كده خالص، كان بيتلكك وبيدور على اي فرصه علشان يكسر الروتين والعادات والتقاليد. الحاجات دي كانت بتحسسه بالحصار. من صغره كمان وهو مشغول بفكره الحياه والموت قوي، خصوصا بعد ما تحتمس اخوه مات. الموضوع كان مسيطر عليه تماما بعدها، كانه كده دخل في حرب سريه مع الموت. ابتدى يتمرد على امون، وبعدين اعلن ايمانه باتون، وبعدين اعلن موضوع الاله الواحد ده. كنت عارف انه بيقول الحقيقه، بس في نفس الوقت كلامه مش حقيقي. لا معلش يا فندم، الغاز من اولها، يعني ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ بيقول الحقيقه لانه ما بيكذبش، هو من صغره ما بيكذبش، بس في نفس الوقت اللي بيقوله مش حقيقي، لان الصوت اللي سمعه ده مش صوت اله ولا حاجه، ده كان صوت جاي من دماغه هو، افكاره هو وتصوراته هو عن العالم. هو بس تخيل ان المصدر بتاع الافكار دي جاي من حاجه اكبر واقوى من الحياه والموت نفسها. لما ابوه مات وتولى العرش وعرض علينا الدين الجديد، قلت لحور محب نرفض، يمكن لو لقى الناس مختلفه معاه يفوق لنفسه. حور محب قال لي لو احنا رفضنا ما تضمنش هيجيب مين بدلنا، 1000 مين هيوافق ويهاودوا على اللي هو عايزه ده، وساعتها ما نعرفش البلد هتقع في ايد مين. قلت له طب وش ضمنك انه بعد ما نقبل ونبقى من رجالته فعلا هيسمع كلامنا، ما ممكن يتجاهل نصايحنا عادي. قال لي لا، هو اضعف من انه يعمل كده. بس هو ما كانش ضعيف، لا. انا فاكر كويس اليوم اللي اعلن فيه ان امون ما بقاش اله الدوله وانه هيقفل المعابد. يومها كنت عنده في القصر بتحايل عليه، اعبد اللي انت عايزه، ابني معابد للاله الجديد بتاعك في كل اقليم، بس ما تقفلش المعابد التانية وما تجبرش الناس على حاجه. وقلت له ان الحركه دي هتجر علينا خراب كبير قوي مش هنعرف نتعامل معاه. قال لي يا ضعيف الايمان. خدني من ايدي وخرج بلكونه القصر واعلن قراره فعلا، والناس هللت له وتحمست. من بعدها كنت انا بين طيبه واخيه تاتون بتابع اخبار الدوله وانقلها له. المشكله زي ما بقولك انه ما كانش مهتم بالحياه الماديه بتاعتنا، كان طول الوقت عايز يتكلم عن رسالته والدين الجديد والاله الواحد والحب والسلام. اداره البلد نفسها بقى كان سايبها لنفرتيتي، هي اللي كانت بتتصرف وبتاخد القرارات. انا ما شفتش في حياتي ست بالقوه والذكاء ده،
سترونج اندبندنت بجد. ورغم كده كانت مستسلمه لافكاره تماما ومتحمسه لرسالته كأن الوحي نزل عليها هي. بقيت ابص لها كده واقول الست دي يا اما اكبر ست مؤمنه في العالم يا اما اكتر ست حورتجيه في العالم. المشكله ان محدش كان بيحاول يعارضه غيري، الباقيين كلهم كانوا بيهودوه. حور محب نفسه ما اتدخلش الا في اخر لحظه، واي ده كان اكبر مطبلاتي شفته في حياتي. وانا عندي نظريه كده ان اي هو ورا كل اللي حصل لنا ده، وانه فضل يلعب بيه من وهو صغير علشان كان عايز يوصل للعرش. ايه ده؟ لحظه واحده، اي عايز العرش ازاي؟ افهمك. اي هو اللي مربي اخناتون من وهو صغير كويس، وهو اللي عارف نقط ضعفه كلها من وهو صغير، وعارف انه بيفضل اتون كويس. كبر موضوع اتون في دماغه، وبعد كده هاوده تماما في موضوع الاله الواحد، وزق بنته عليه علشان تتجوزه وتبقى ملكه. بعدها اخناتون يبقى ملك ويبدا يستخدم سلطته في نشر الرساله بتاعته. وكل ده ومين اللي بيشجعه؟ مين؟ اي يا ميري مون ما تركز معايا. اي يشجعه يقفل المعابد فيعادي الكهنه، ويشجعه على سياسه اللا عنف دي فيعادي الجيش، وبكده يبقى اخناتون فقد اجهزه الدوله كلها، وفي نفس الوقت استفز الشعب في اكتر حاجتين مفهومش هزار. بكده يبقى مساله فشل اخناتون ووقوعه مجرد مساله وقت. بعدها بقى يتم عزله ولا اغتياله، ومين اللي يبقى الملك؟ اي يا ميري مون ركز معايا، اي هو اللي هيبقى الملك. وفي اعتقادي انه كان ناوي يتجوز نفرتيتي علشان يدعم شرعيته كملك. اي هيتجوز بنته نفرتيتي علشان يبقى ملك بعد اخناتون؟ احسبها، هو راجل كبير في السن، مش هيعيش فترة طويلة، محدش هيعترض عليه لان هم مش هيعتبروه تهديد، هيسيبوه يحكم كام سنة وبعد كده يقسموا البلد بينهم وبين بعض. يا سلام، مش وسعت شوية يا سيادة الوزير؟ يا ابني دي مش مجرد نظريات في دماغي، انا كان عندي جواسيس في كل حتة، انا مش نايم على وداني، وكل جواسيسي اكدوا لي الكلام اللي بقولك عليه ده. لكن خطة اي فشلت لسببين. اول سبب ان الشعب حب اخناتون فعلا، فهو خسر الكهنه والجيش بس الشعب كان معاه فما وقعش بسهوله. وتاني سبب الحركه الصايعه اللي الكهنه عملوها لما حطوا توت عنخ امون على العرش. لما الدنيا ابتدت تبوظ ولقيت البلد بتقع جوه وبره، اجتمعت بكبير الكهنه وبماي قائد الجيوش، واقترحت عليهم ان ماي يزحف بالجيش على الحدود يرجع اللي ضاع منها، ولما يرجع بالنصر بالسلامه يطالب الملك بقلب جامد انه يفتح المعابد ويعلن حريه الاديان. وفي الوقت ده الكهنه يهدوا اللعب شويه في حملات التحريض اللي هم عاملينها عليه. بس الاتنين ما كانوش سالكين، افتكروا ان انا جاسوس لاخناتون. ماي قال لي انه لو زحف من غير امر فرعوني الجنود بتوعه هيتمردوا عليه، وكان طيبه افتكرني عايز ابعد الجيش واوديه على الحدود علشان اخناتون يستفرد هو بالحكم هنا. طبعا كهنة طيبة كانوا بيتحاموا في الجيش طول الوقت وبيهددوا اخناتون بالانقلاب عليه. الاجتماع ده انتهى بخناقه، سبتهم وانا دمي بيغلي ومتاكد ان البلد واقعه في وسط شله ضباع كلهم مستنيين اللي هيعرف ينهش منها حاجه ينهشها. كلهم كانوا عايزين اخناتون يفشل علشان منظرين على العرش من بعده، لكن ما كانش حد يتخيل انه هياخد كل الوقت ده على ما يفشل، وان في الفتره دي البلد هتكون وصلت للحضيض اللي هي وصلت له ده. وبعد ما اتهزم وتخلوا عنه الناس كلها كشفت ورقها. اي رجع على طيبه حلف يمين الولاء لتوت عنخ امون ولا كأن في حاجه حصلت. كلنا غلطانين، ذنب البلد في رقبتنا كلنا. يمكن محدش اتحاسب غير اخناتون المسكين لانه كان مصدق نفسه قوي، ونفرتيتي شويه برضو بالرميه اللي هي مرمياها في اخيتاتون دي. لكن مصر هي اللي حاسبت على المشاريب، هي اللي دفعت ثمن كل ده. واو، ايه كميه المؤامرات اللي انا سمعتها دي. شكرا يا سياده الوزير، كتر خيرك. افوتك انا بقى بعافيه علشان عندي ميعاد تاني في طيبه النهارده. سلام عليكم. بيطلع ميري مون من قصر الوزير بيرجع على طيبة، بيروح على قصر تاني في منتهى الفخامة في قلب طيبة جنب قصر الفرعون توت عنخ آمون نفسه. بيدخل القصر وبيستقبله صاحب القصر، راجل كبير في السن يجي 60 أو أكتر، فيه عرق نوبي، هدومه نظيفة وشيك وشكله لسه شباب وبصحته. الراجل ده يبقى بنته، طبيب الأسرة المالكة من أيام أمنحتب الثالث لحد دلوقتي في عصر توت عنخ آمون. وبيبدأ الدكتور يحكي اللي يعرفه عن إخناتون من صغره، وهو بضعف اللي هو فيه ده كان عامل قلق كبير قوي في القصر. الملكة تي كتير كانت بتسألني هو ليه مش زي أخوته حتمس، وكتير حاولت ألاقي إجابة وصليت لتحوت إله العلم وإله الطب يمكن يلهمني ألاقي لها إجابة، ما لقيتش. هو الولد كان كده، لا بيحب الأكل الحلو ولا بيحب الرياضة، عكس تحتمس خالص، ولا نفعت معاه وصفات الأعشاب ولا تعاويذ إزيس. لحد ما في سنة من السنين الولدين تعبوا في الخمسين، حضرت لهم الدواء طبعا وأشرفت على علاجهم بنفسي. مفيش كام يوم إلا وكان تحتمس القوي مات وأمنحتب الرابع الصغير هو اللي عايش. بعد ما فاق من الحمى قام يدور على أخوه في أوض القصر كلها، ولما عرف فضل بعدها لفترة طويلة قوي كل ما يشوفني يقول لي أنت اللي معرفتش تنقذ أخويا. في حاجة كبيرة قوي اتغيرت فيه من بعد موت تحتمس. ما اقدرش اقول انه فقد رغبته في الحياة لأنه من الأول ما كانش مهتم،
بس ما بقاش عارف احنا عايشين ليه بنحاول نحافظ على حياتنا ما دام هنموت في الاخر. طبعا دي اسئله كبيره جدا على طفل عنده 7 سنين. كنت لما اروح له علشان اطمن عليه في زياراتي الدوريه واكتب له على مقويات او اديله علاج لاي حاجه، يقول لي انت بتعالجني ليه؟ مش هموت في الاخر؟ وانت مالك بتتعامل عادي كده كانك مش هتموت؟ قلت له انا بتاع الدواء، عمك هو بتاع الفلسفه، ابقى روح اساله. ومع ذلك كنت معجب بيه. ما كانش زي الناس، بينام قليل بس بيصلي كتير، بياكل قليل بس بيسأل كتير، جسمه ضعيف وقليل لكن أفكاره كبيرة وقوية، زي ما يكون كاهن أو حكيم. أبوه كان زعلان عليه قوي، كان عارف إن كل الحكمة دي مش هتخليه يبقى ملك قوي في يوم من الأيام. في مرة شفته بيبص لأبوه نظرة احتقار كده، قلت له أنت الظاهر لحد دلوقتي مش فاهم عظمة أبوك. قال لي ما عجبتنيش الطريقة اللي كان بياكل بيها، كان بياكل بمنتهى الشراهة. وهو إخناتون كان كده، ما بيحبش أي حاجة فيها نهم أو شراهة، زاهد تماما. كتير حاولت افهمه ان الروح مستحيل تعيش الا في جسم قوي وصحي. قال لي انت شاغل نفسك بالجسم قوي مع ان حشرة صغيرة ممكن تقضي عليه عادي، الروح هي الاهم. والايام اثبتت لي ان كلامه مش بعيد عن الحقيقة فعلا. شفت بنفسي ازاي روحه القوية خلته ينشر افكاره ويواجه الناس رغم ان كان جسمه ضعيف جدا. هنا بقى بيتنحنح ماري مون. دكتور بمناسبة بقى جسمه الضعيف، انا يعني عدم المؤاخذة في السؤال كنت سمعت حاجات كده. فاهم قصدك. بص يا ماري مون، هو جسمه كان بيجمع بين الذكورة والأنوثة، بس ما كانش عاجز جنسيا. لو ده كان سؤالك، كان يقدر يخلف عادي. يا تدخيبة يا مفترية. طب سؤال تاني يا دكتور معلش، مش عارف لو حضرتك سمعت عن الكلام اللي كان بيتقال عن علاقته بالملكة تي. سمعت، بس اللي اقدر اقوله ان الكلام ده ملوش اي اساس من الصحة. علاقة اخناتون بالملكة تي كانت زي علاقة اي ابن بيحب مامته وام بتحب ابنها. الفكرة ان اخناتون بزهده ونبله الشديد ده حط الناس كلها في مواجهة نفسها، وكل واحد بقى حاسس انه بالمقارنة بيه حيوان همجي، فابتدوا يطلعوا عليه الكلام البشع ده. لكن هو ومامته علاقتهم كانت طبيعية جدا. لما سمع الوحي الملكة استدعتني، سألتني هو انا ابني اتجنن؟ قلت لها لا، الولد عاقل جدا. قالت لي طب هل في احتمال انه يكون بيكذب، بيلعب معانا يعني؟ قلت لها الولد طول عمره ما بيكذبش، ودي مش طريقته في اللعب خالص. الملك سألني هل ممكن يكون ممسوس، هل في قوة شريرة تقمصته؟ قلت له والله يا مولاي لو في قوة شريرة مش هتدعوه للحب والسلام والنور. قال لي ده لو في قوة شريرة عايزة تدمر البلد دي مش هتلاقي كلام أخطر من اللي بيقولوا علشان تدمرها. بعدها لما بقى هو الفرعون وطلب مني يا إما أعلن إيماني يا إما أدور على شغل في حتة تانية، أعلنت إيماني بيه. ما كانش ينفع أسيبه، لكن بصراحة فضلت مؤمن بالآلهة التانية، خصوصا تحوت إله الطب والعلم. ياما ساعدني أداوي الناس بتعاويذه وعلمه وشفت معجزاته بعينيا. بعدها لما اتنقلنا لأخيتاتون كان طاير من الفرحة إنه أخيرا هيعيش في مدينة ما تعبدش فيها غير الإله الواحد. وبصراحة ما خبيش عليك، وانا بتفرج عليه بقيت بقارن التعليم اللي بيقولها عن الاله بتاعه ده بتعليم الالهة القديمة، وحسيت ان الرسالة بتاعته فعلا فيها نور وحب وسلام. يمكن اول ازمة حصلت لنا في اخيتاتون كان لما ميكي تاتون الاميرة الصغيرة تعبت، فضل يتحايل عليا ينقذها وانا فعلا عملت كل اللي عليا، بس هي عمرها كده، موتها بقى دمره نفسيا. عيط عليها اكتر من نفرتيتي نفسها ما عيطت عليها. بالمناسبه هي كانت مقتنعه برضه ان موضوع خلفه البنات ده كان بسحر كهنه امون، واخناتون كان بيواسيها وبيزعل على زعلها، وكذا مره يسالني لو ممكن اديهم اي حاجه تساعدهم يخلفوا ولد، وانا كنت بحاول فعلا. بعدها ابتدى بالتدريج يخرج من ازمه موت بنته دي ويغرق في الدين تاني، وفي الفتره دي استدعاني كبير كهنه امون، سالني بالطريقه كده هل اقدر اعتمد عليك في انقاذ الوطن؟ انقاذ الوطن يعني ايه؟ يعني اللي فهمته كان عايزني اقتله. قلت له ان شرف المهنه يمنعني ان انا اغدر بيه او اخون، وطلعت من عنده على محو قائد الشرطه، طلبت منه يشدد الحراسه على المطبخ ويفتش كل حاجه، وبعدها بشويه محو فعلا قبض على الواد اللي كان جاي عشان يغتاله ده. فضلت الدنيا تمشي من سيء لاسوأ لحد ما في الاخر حور محب اصدر اوامر الاخلاء لاخيتاتون. استاذنته في ان انا اروح اكشف عليه للمره الاخيره فوافق. رحت له لقيته ثابت ولا كأن الدنيا بتتهد من حواليه. قلت له على عيني يا ابني اسيبك في وقت زي ده، في ناس كتيره كمان ماشيه غصب عنها. قال لي انا عارف مين اللي ماشي بمزاجه ومين اللي ماشي غصب عنه. قلت له يعز عليا يا ابني اسيبك لوحدك. قال لي انا عمري ما هبقى لوحدي يا ضعيف الايمان، وسبته ورجعت على طيبه وانا قلبي بيتقطع عليه. بعدها عرفت ان هم بعتوا له دكتور من عندهم، وان الدكتور اللي بعتوه ده غالبا هينفذ الحاجه اللي انا رفضت اعملها. ولما جالي خبر موته اتاكدت من اللي كنت خايف منه. سالوا ماري مون طب وما عندكش فكره عن موضوع نفرتيتي، يعني هي ليه سابت له القصر في اللحظه الاخيره؟ قال له انا في رايي ان هي جالها انهيار عصبي، ما كانش ينفع تقعد معاه في نفس القصر، فنقلوها على قصر تاني. بس انا متاكد انها كانت بتحبه وانها عاشت مخلصه ليه طول حياتها. وما خلصش الدكتور الكلمتين الا ودخل 2 ضباط على قصر الطبيب. انت ماري مون؟ اتفضل معانا. اتفضل معاكوا على فين؟ اتفضل معانا لو سمحت. فبيروح ماري مون معاهم من غير شوشره كتير، والسحله الجايه ان شاء الله نعرف راحوا فين. خلينا دلوقتي في الكلام اللي ابتدينا بيه السحله.
اخناتون بالرغم ان هو يبدو شخصية حالمة وكيوت وبتاع، لكن اللقطة بتاعت انه كان بيخير الناس بين دينهم وشغلهم دي مش غريبة شوية؟ مش ده يبقى استبداد برضو؟ يعني حتى لو فرضنا انه مش هينفع يثق غير في الناس اللي مؤمنة بيه وبرسالته، هل دي احسن طريقة لنشر الرسالة دي؟ انك تخير حد بين اكل عيشه ومركزه وبين قناعاته الايمانية؟ ما طبيعي ناس كتير هتعمل نفسها مؤمنة بكلامه علشان تحتفظ بشغلها. آية عمل كده، والدكتور عمل كده، ومحو قائد الشرطة عمل كده، وكلهم عرفوا بشكل ما يوفقوا الموضوع في دماغهم، اللي هو احنا هنؤمن بإلهك بس برضه هنؤمن بالآلهة القديمة، وده طبعا عكس الرسالة بتاعته خالص. وفي ناس عملت نفسها مؤمنة بس علشان تبقى جواسيس، زي توتو وزير الرسائل. يمكن الوحيد اللي كان عنده الشجاعة يقول انه مش مهتم كان حور محب، بس مش كل الناس عندها شجاعة حور محب. وبكده بشكل ما الكلام اللي قالته تدوخيبة ان طريقته عملت أمة من المنافقين ما كانش بعيد قوي عن الحقيقة. مش عارفة انتوا شايفين ايه؟ قولولي في الكومنتس، ولو عجبتكم السحلة دي لايك، شير واسحلوا اصحابكم، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.